اهلا بيكم في فيلم حوارنا النهارده تقيل ومليان اكشن يا زميل. دعمك هيشجعني ان استمر واكون معاكم اول باول. 3D واستمتع معانا يا زميل. يبدأ الفيلم بكبير اللي شغال ظابط وبيكون بيعمل مهمة، وهو انه يختال شخص تقيل والمفروض ان كبير في سوريا علشان يقتله، واللي بيدي كبير المعلومات هو نايدو. بيفضل يقول له ده الوقت المناسب اللي انت تخلص عليه، يلا اضرب. الغريب ان كبير ما بيضربش، وفجأة بنشوفه بيدي طلقة لنايدو في دراعه، وكمان بيدي له الطلقة الثانية في نص دماغه، والراجل بيتوكل على الله يموت ويودع الحياة. بعد كده بننتقل للوزيرة واللي بيكون قاعد معاها لوثر، وده هو قائد كبير، واللي بيقول لها كبير خاين وخان البلد كلها، وبدل ما يخلص على المجرمين خلص على حد مننا. بتقول له ازاي ده حصل؟ يقول لها كان واهم نايدو ان في سوريا، ولكن كان عامل له كمين وحاطط له كاميرات مراقبه، وطلع لسه في الهند وخلص عليه. بتقول له طب دلوقتي ابلغ السلطات اقول لهم ايه؟ عايزني اقول لهم ان احنا فشلنا؟ انت تجيب اللي اسمه كبير ده وتخلص عليه قبل ما يعمل حاجه تانية، ولازم تجيب حد تاني احسن منه علشان يخلص لنا مهمات كتير. في الوقت ده بنشوف عصابتين بيبيعوا لبعض مخدرات والدنيا ماشيه تمام معاهم، لكن فجاه بيحضر في المكان وحش فنان وهو الضابط خالد، بيخلص عليهم واحد ورا التاني ومحدش قادر يهزه. بيعاملوه بالاسلحه لكن الواد بايده سفاح بيعلم عليهم، وكمان بيقضي على قائدهم. بيرن على القائد بتاعه لوثر بيقول له حصل يا باشا. بعد كده بننتقل للقائد بتاعه لوثر واللي بيكون عامل اجتماع علشان يقبض على كبير، لكن ساعتها خالد بيقطع في الكلام وبيقول له في سؤال مهم انت ما سالتوش، ليه كبير عمل كده؟ راجل دربنا وقتل ناس خاينه كتير، ليه يكون خاين؟ بيقول له لما نقبض عليها هنعرف. بنرجع سنتين لورا وبنشوف خالد اللي بيتفاجئ ونظراته كلها بتكون استعجاب لما بيشوف كبير. كبير بيكون نازل من الطياره وعليه شويه عضلات جامدين ورايق يا زميل. بعدها بنشوف لوثر واللي بيقول له خالد منضم جديد للفريق، وده بعد موافقتك، وده بعد ما خالد اثبت لنا ان هو جامد ومثير ومنتمي لوطنه جدا وانت هتحتاجه في فريقك. كبير بيرد عليه بيقول له انا كلامي انتهى قبل ما اتكلم. بيقول له انا عايزك تاخد قرار ايجابي لانه هينفعك جدا. خالد عمل حاجات كتيره اثبتت ان هو فعلا يستاهل يكون في فريقك، ليه انت مش عايزه معاه؟ ولكن كبير بيكون مصر على رايه وبيقول له في سببين. السبب الاول ان ابو خالد ضرب عليا نار، ابوه كان خاين والحمد لله ان انا طلعت لسه عايش، ازاي هسمح ان في حد من دم شخص خاين ينضم لفريقي؟ خالد بيقول له انا معترف ان ابويا كان خاين، لكن امي عرفت وساعتها بلغت الجيش على طول وضحينا بيه علشان خاطر وطننا، وانا ماليش اي علاقه بيه. بيطلعوه بره وساعتها لوثر بيقول لكبير ابوه كان خاين، لكن الواد بيشتغل بكل ضمير، عنده شجاعه كبيره وهو عايز ينضم لفرقتك علشان يمسح العار عن اسم عيلته. كفايه انه عارف ان انت قتلت ابوه ومع ذلك قرر ينضم للجيش علشان يكون في خدمه وطنه، وده كله علشان يثبت للكل انه مش زي ابوه. بعد كده بنشوف خالد وساعتها لوثر بيروح عليه وبيقول له الف مبروك يا وحش انت انضميت، ولكن انت بتعلق في خطره فيها غلطه واحده بس هتوقعك، وبالتوفيق يا وحش. بعد كده بنشوف كبير واللي بيشرح المهمه لاعضاء فرقته، واللي خالد بيكون واحد منهم، بيقول لهم رضوان الياسي هي دي مهمتنا، بقالي 5 سنين ما بعملش حاجه غير اني بتتبعه، ودلوقتي هنعمل كل جهدنا علشان نقتله، وفي المهمه دي اي حد هيمشي من دماغه ما يلومش الا نفسه، والكلام بيكون موجه اكتر لخالد. بعد كده بننتقل للعراق، بنشوف الجماعه دول، وبعد ما بيخلصوا صلاه بنشوف خالد اللي بعينيه بيفضل يشوف الدنيا ماشيه ازاي، وعلى الناحيه الثانيه بنشوف مجموعه من العربيات بيجوا للمكان ده، وهنا بيكون موجود في المكان كبير. المهم بنشوف رئيس الجماعه دول بينزل من العربيه ورجالته بيجيبوا البنت دي وبيرموها على الارض، وبيكونوا عايزين يقتلوها علشان عملت حاجات مش تمام. كلهم بيكونوا ماسكين طوب وهيبداوا يضربوها، واولهم القائد بتاعهم، والقائد بتاعهم هيكون لسه هيضرب، ولكن كبير مش بيتملك نفسه وبيخلص عليه. رجالته ما بيسكتوش وبيقبضوا على كبير. بعد كده بنشوفهم مكتفينه وعمالين يضربوا فيه لحد ما رئيسهم الاكبر بشير بيحضر في المكان، بيقول له يا جدع ما اعرفش الهنود عايزين يقتلوني ليه مع ان كل مره بيفشلوا. كبير بيقول له احنا مش عايزينك انت، احنا عايزين رئيسك الياسي. كبير بيقول له قدامك 3 دقايق، بيضحك عليه وبيقول له انت لحد دلوقتي ما شفتش حاجه. بيقول له هتعمل ايه؟ رجالتك هينقذوك يعني؟ انت مفكر انهم هيعرفوا المكان اصلا؟ هو انا مش قلت لك ان انا خدت منك البتاعه دي؟ يعني خلاص بح كده. كبير بيقول له لا يا راجل، يفضل يضحك عليه وبيطلع القطعه الثانيه دي من بقه، وساعتها بشير هيموت من الغضب. وهنا بيحضر في المكان الاسطوره الفنيه اللي هيخش على 100 ويخلص عليهم بكل سهوله، وهو خالد الاسطوره. يخش بالعربيه دي وهو بيقتل في اي حد قدامه، يقتل فيهم واحد ورا الثاني والكل بيبدا يضرب عليه نار، لكن وحشنا تقيل وما بيتهزش يا زميل، بيفضل يتعامل معاهم وبيخلص على عدد كبير منهم لحد ما فجاه واحد بيضرب عليه RPG، لكن صاحبنا بينط من العربيه على اخر لحظه وما بيسكتش كمان، بيخش يكمل عليهم ومفيش اي حد قادر يهده. ساعتها كبير بيبص جنبه وبيلاقي السكينه دي، اما خالد بيكون لسه بيتعامل، لكن في واحد بيجيبه على الارض بيكون هيخلص عليه، انما فجاه السكينه دي بترشق فيه، واللي عمل كده هو وحشنا التقيل وهو كبير. يقوم خالد وساعتها بشير بيهجم عليهم، خالد بيحاول يتعامل معاه لكنه ما بيتاثرش وبيجيبه على الارض. كبير بيخش عليه انما برضه ما بيتاثرش وبيجيبه على الارض وبيرقده جنب خالد. ساعتها كبير بيقول له ما تخش يا معلم. خالد بيقوم بكل غضبه وواحده منه رايقه جمدان بيجيبه على الارض. ساعتها بيبص لكبير وبيضحك له انما ما يعرفش مين مستنيه، بيبص وراه وهي واحده بترقده مكانه. الوحش التاني بيخش
عليه وبالركبه بيديله، وساعتها الاتنين بيروحوا عليه واخيرا بيريحوه وبالرجل الاتنين بيدوله. بالليل بنشوف الفرقه كلها متجمعه وواحد منهم بيقول له خالد بس باين على كبير انه مبسوط منك جدا. واحد تاني بيجي يقول له في حد بره عايز يقابلك. بيطلع يشوف مين، بتكون امه يا زميل، ياخدها بالحضن بيقول لها انت جايه في الوقت ده ليه؟ تقول له وحشتني وعلى فكره انا دعيت لك انت وكل اصحابك. كبير من بعيد بينادي عليه وبيقول له لما تخلص تعالى لي على مكتبي. المهم بيروح له وكبير بيقول له انت خافي حاجه عني والصبح اتضحت حاجه عليك، كان في شويه من الارهاب على يمينك وانت ما شفتهمش، وده معناه ان عينك اليمين مصابه والاصابه دي هتسبب حاجات كتير علشان كده انت مش هتكمل في الفرقه. ساعتها خالد ما بيسكتش وبيقول له السبب اللي ورا ده هو ابويا، لما اصحابي عرفوا ان هو خاين جم عليا وضربوني بشده وكمان ضربوني على عينيا، وده السبب اللي خلاني شجاع وادخل الجيش علشان اثبت للكل ان ابويا كان حاجه وانا حاجه تانيه خالص، ويا ريت تديني فرصه تانيه. ايوه عينيا ضعيفه لكن شجاعتي كبيره، وده كله علشان اثبت للكل ان انا غير ابويا. كبير بيقول له بتعرف تمثل يا خالد، انا عارف ان ابوك خاين والكل عارف كده كمان، وانا انتظرت انك تعمل اي غلطه علشان اظهر وشك الحقيقي، لكن انت اثبتت لي ان كل تفكيري غلط، اثبتت لي انك مختلف عن ابوك تماما، كنت غلطان لما فكرت في كده، واهلا بيك في الفريق يا كابتن خالد. بعد كده بيعملوا حفله وكبير وخالد ولعوها يا زميل. المهم في وسط الحفله دي كل الفرقه بيوصل لهم رساله، بعدها بيعملوا اجتماع والاسر بيكون معاهم وبقول لهم ان الخطه بتاعتهم ماشيه تمام، وده لانهم قدروا يوصلوا انه رضوان الياس اللي هم بيدوروا عليه في المغرب، وبيقول لهم كمان ان رضوان موجود في المغرب يوم واحد بس، ولو مشي فالله اعلم هيجي لنا فرصه تانيه امتى. ساعتها كبير بيقول له كل مره بيهرب مننا، وده معناه ان في حد بيوصل له كل حاجه، بيطلب من كل الفرقه يطلعوا تليفوناتهم وبيقول لهم المهمه هتكون سريه ومفيش اي حد هياخد تليفونه، وبيبداوا يتحركوا. بعد كده بننتقل لدوله المغرب، بنشوف كبير واللي بيكون قاعد قعده معلمين وخالد عامل نفسه مسكين. المهم رضوان بيوصل للمكان وبيروح يقعد مع الراجل ده، هنا كبير بيقوم وبيعمر مسدسه وخالد بيكون جنبه، وساعتها بيقضي على واحد من رجاله الياسي اللي بيكون مراقب المكان، وبقيه الفرقه بيثبتوا بقيه رجاله الياسي. كبير بيثبته وبيقول له هتتعشى معانا يا زميل، بيقول له بس انا مش جعان، وبيضحك كمان وبيقول له هتستوعبوا امتى؟ كل الهنود بيحاولوا يمسكوني من زمان ولكن هتفضلوا تحاولوا. كبير بيقول له اللعبه انتهت خلاص يا زميل، لكن فجاه في واحد من فريق كبير بيغدر بيهم وبيخلص على 2 من الفرقه. ساعتها كبير بيتصدم وخالد كمان، الراجل ده بيضرب نار على كبير انما خالد بياخدها مكانه وضرب النار بيكون من كل مكان. ساعتها كبير بيفضل يبص نظرات غريبه لابن الغدار اللي غدر بيهم، الواد بيهرب من المكان، وهنا كبير بيقول لخالد سيبه يهرب احنا مهمتنا الياسي، لكن خالد ما بيسمعلوش وبيفضل يجري وراه. على الناحيه الثانيه كبير بيكون لسه بيتعامل مع رجاله الياسي وبينجح انه يقضي على شويه منهم، وبيكون في طريقه لرضوان الياسي، لكن وهو ماشي طلقه بترشق في رقبته يا زميل، والياسي بيهرب من جديد وكبير وقع على الارض وفقد الوعي. بعد كده في المستشفى بنشوفه بيفتح عينيه ولوسر بيكون جنبه، لما بيفوق لوسر بيروح عليه وبيقول له على مهلك يا كبير، ولكن كل اللي على لسانه هو الياسي. لوسر بيقول له للاسف هرب، بيتضايق جدا، وساعتها لوسر بيقول له كل ده حصل من اسبوع فات، بيستغرب جدا وبيعرف انه كان فاقد الوعي. بعد كده بنشوفه واللي بيقوم يروح يشوف جثه الاثنين اللي كانوا من فريقه اللي صاحبهم غدر بيه. لوسر بيقول له خالد فضل يجري ورا ابن الغداره ولكن فقدنا الاشاره ومش عارفينه حي ولا ميت، دورنا في كل مكان ومش لاقيين له اي اثر ولا كمان لاقيين اثر لابن الغداره الثاني. ساعتها كبير بيقول له انا واثق في مهارات خالد، هنستمر في التدوير عليه لحد ما نلاقيه. بعد كده بنشوف الشرطيين دول واللي اخيرا بيلاقوا خالد وبياخدوه على المستشفى. بعد كده بنشوف كبير واللي بيكون رايح عليه، وخالد بتكون حالته تعبانه جدا. اخيرا بيفتح عينه وبيقول لكبير قتلت ابن الخاين اللي خلص على اصحابي، وبيقول له كمان الياسي عملت معاه ايه، بيقول له المره الجايه هنقطع رقبته، وبيقول له انا فخور بيك جدا. نرجع من جديد لوقتنا واللي بيكون خالد بيجهز نفسه على مهمه القبض على كبير، لكن في مكالمه بتجيله واول ما بيفتح بيقول له مين قائد الفريق دلوقتي. خالد بيتصدم لما بيعرف انه كبير، وبيحط وصله الصوت العاليه علشان كله يسمع. كبير بياخد باله وبيقول له انت عايز تسمع الكل يعني. ساعتها خالد بيقول له السؤال اللي محيرني انت عملت كده ليه، وبيقول له قبل ما تعمل حاجه تانية هتلاقيني قدامك وهقبض عليك. كبير بيقول له افتكر اللي علمته لك، واول ما تجيلك الفرصه اضرب بالنار وما تترددش. بيقول له انت علمتني حاجه تانية وان بلدي اول حاجه واللي هيقف ضدها حلال فيه الموت. ساعتها كبير بيقول له لو حاولت تضيع هدفي فهنهي اللعبه ومش هسمع على اي حد، وبيقفل السكه وبعدها بيجرب الاختراع الجامد بتاعه. بعد كده بنشوفه في طيارته وبيتتبع طياره حربيه بينط عليها بالاختراع بتاعه وبيكون مكلبش فيها وبيوصل للباب بتاعها، ومن جوه بنشوف العسكري ده هو اللي بيفضل يسمع اصوات وحاسس ان في حاجه مش تمام، بيروح يشوف ايه اللي بيحصل، لكن فجاه وحشنا بيضربه، تاني بيهجم عليه لكن بيريحه يا زميل، يخلص عليهم واحد ورا التاني ومفيش اي حد قادر عليه، لكن فجاه في واحد بيضربه بالنار ولكن هو بيكون لابس درع حمايه وبيعمل نفسه ميت. الغلبان بيروح عليه وبيكون عايز يكمل عليه، لكن كبير بيفتح باب الطياره وصاحبنا بيطير يا زميل، وكمان كبير بيطير. كبير بيقدر يمسك نفسه وبيخش لجوه من جديد، بيطارد في الباقي وبياخد العربيه وبينزل يا زميل، وبعدها
يفتح الباراشوت وبكده نفذ مهمه من مهماته والطياره بتتفجر بالكامل. الخبر بيوصل للاسر وساعتها بيقول للفرقه ان كده كبير قتل 2، الاول نايدو والتاني واحد اسمه شاروف، وبيقول لهم لازم نعرف كبير ناوي على ايه علشان مش هينفع كده، الله اعلم الدور على مين، يمكن انا الدور عليا. ساعتها خالد بيقول له هحاول باقصى جهد علشان اعرف ايه هدفه. بعد كده بنشوف خالد واللي بيركب المترو ده، فجاه كبير بيجي عليه. خالد بيكون عايز يطلع المسدس بتاعه لكن بيقول له ما ينفعش هنا علشان الارواح دي بريئه. يقول له انت بتعمل كده ليه؟ بيقول له يا ريت تبعد عن سكتي علشان ما تحصلش والدك. وبيقول له هعمل معاك واجب واديك خيارين، يا تعرف الدور على مين يا تعرف ايه السبب اللي مخليني اعمل كده. وبيقول له عايز تعرف السبب يا اما تنقذ حياه بني ادم. ولكن خالد بيقول له مين اللي عليه الدور؟ المترو بيمشي وساعتها بيكون كبير كاتب اسم الشخص اللي عليه الدور في ورقه وبيوريها لخالد. بعد كده بنشوف كبير من جديد واللي بيروح يشجع البنت الصغيره دي، ولكن للاسف بتخسر. بيقعد معاها وبيقول لها مش شرط نكسب في كل الاوقات. بتقول له بس انا مش بحب الخساره. بيقول لها انا معاكي بس ده في اعتقادك، ومش كل مره هنخسر ومش كل مره هنكسب. وخلينا احكي لك قصه يا زميل، وان الكل مفكر ان كبير مش تمام لكن الحقيقه عكس كده خالص. نرجع 6 شهور لورا واللي بنشوف كبير بيحاول يوصل لرضوان الياسي، لكن في كل مره بيحاول فيها نتيجتها بتكون بالفشل. وفي يوم من الايام كان بيراقب تحركات واحد من رجالته هو فيروز، وكبير عرف ان في 4 من الضباط الهنود شغالين في السر مع رضوان الياسي، والاربعه دول ما حدش عارفهم. وقدر يوصل كمان ان رضوان عايز يضرب القمر الصناعي اللي من خلاله الجيش الهندي مش هيعرف تحركات عدوه. وعلشان كبير يقدر يبوظ كل حاجه فكان لازم يقبض على ال4 ضباط الهنود، لكن للاسف مش عارف اشكالهم علشان كده بعد عن الجيش وشغال لوحده. بعد كده بنشوف كبير واللي بيروح لزميلته نينا يقعد معاها وبيقول لها على كل حاجه وان عايزها تروح لفيروز، وبيقول لها عايزك تجيبي لي كل معلومات ال4 ضباط اللي شغالين معاه. بتقول له ايوه بس مهمه زي دي صعبه ولو حد لاحظ فانا هتقيس وبعدها بنتي مش هتلاقي اي حد من بعدي. يقول لها ما تقلقيش ومفيش اي حاجه هتحصل وانا معاكي. تقول له الشخص اللي انا حبيته طلع بيحبنا علشان مصلحته. يقول لها عمري ما حبيت حد اكتر من بلدي وعلشان بلدي فهعمل اي حاجه. وبيقول لها خليكي واثقه فيا ولو كان عندي خيار تاني ما كنتش جيت لك. بقى يوم واحد وفيروز يمشي من البلد، ولو مشي مش هنعرف نوصل لإلياس اللي قتل كتير من الابرياء اللي ضحى بدمهم علشان مصلحته. اخيرا بتوافق وبعدها بتروح لفيروز، واول ما بتروح له بتقول له انا معجبه بيك. وهنا كبير بيكون على علم بكل حاجه. اخيرا فيروز بيعجب بيها. ساعتها هي بتقول له انا عايزه اخش الحمام. بتعمل نفسها رايحه لكن بتحط الفلاشه دي في اللاب بتاعه علشان تجيب البيانات لكبير. على الناحيه الثانيه كبير بيكون مراقب الوضع وفجاه في واحده من فريقه بترن عليه وبتقول له قدرنا نوصل لمعلومات كبيره، وهو ان لقينا فيديو ان في دكتوره تجميل بتتكلم مع فيروز على انه الياسي، وكمان بيحضر له فيديو تاني لما كانت الدكتوره بتعمل عمليه جراحه لالياسي. وبنعرف من هنا ان فيروز هو نفسه رضوان الياسي. على الناحيه الثانيه رضوان بيكشف خطه ناينا وبيقول لها انت بتدوري على دي. هو كمان بنشوف كبير اللي بشده بيجري على ناينا. اول ما بيوصل للمكان اي حد بيشوفه من رجاله رضوان بيخلص عليه، ولكن وهو ماشي مره واحده جثه ناينا بتقع قدامه وبتكون مقتوله يا زميل. ورضوان بطيارته بيهرب من المكان وكبير بيفتكر كل كلمه قالتها له ناينا ان بنتها من بعدها ملهاش حد. بعدها بنشوفه بيكلم البنت اللي من فريقه وبيقول لها انا ما كنتش باثق في حد. بتقول له بس انت هتلاقي حد يوصلك لرضوان ازاي؟ يقول لها انت اللي هتساعديني. فعلا بتساعده وبتجيب له معلومات كتير عن نايدو وانه ليه علاقه بالحوار زي ما شفنا في اول الفيلم لما كبير قتله. لكن قبل ما يقتله قال لي اسامي بقى الضباط اللي كانوا بيساعدوا الياسي. بيقول له مش عارف غير واحد وهو شاروف، وبعدها خلص عليه زي ما شفنا. بعدها كمان شفناه لما هجم على الطياره، وده كله علشان يخلص على الضابط الثاني اللي هو شاروف. كان رايح لشاروف وقبل ما يقتله عرف منه اسم الشخص الثالث وهو بسواس. وكده الدور على بسواس يا زميل، وهو ده نفس الاسم اللي كتبه على الورقه اللي وراها لخالد. بعد كده بينتقل لبسواس واللي بيكون بيشرح حاجات مهمه لرجالته، ولكن فجاه بيشوف خالد فورا بيتجه ليه وبيتكلم معاه. وساعتها خالد بيقول له انت معرض للقتل علشان كده انت هتيجي معانا. بعدها بنشوفهم مأمنونه تأمين عالي، عربيات كتيره بيأمنوها يا زميل. وهم ماشيين فجاه في صاروخ بيرشق في عربيه من عربياتهم وبتنفجر بالكامل، والعربيه اللي بيكون فيها بسواس بتتقلب، وكمان العربيه اللي بيكون فيها خالد بتتقلب كمان يا زميل. وهنا بسواس بيكون خايف جدا، وبعدها العنيد بيحضر في المكان. كبير يا خال بيروح لبسواس وبيقول له فين الياسي؟ بيقول له ما اعرفش. القلم بيديله وبيقول له مين الرابع اللي كان معاكم؟ انا قتلت 2 نايدو وشاروف وانت الثالث، يا تقول على الرابع يا اما تقول على نفسك يا رحمن يا رحيم. يقول له اللي يعرف الرابع هو رضوان. خالد بيكون في العربيه وهو مش عارف يطلع، لكن فجاه بيشوفه وهو بيضرب عليه نار. ساعتها كبير بيأمن نفسه وبيصدر له بسواس، وبكده بسواس راح فيها يا زميل. وساعتها الجامد بياخد الموتوسيكل بتاعه وبيمشي من المكان. خالد ما بيسكتش وبياخد موتوسيكل كمان وبيروح وراه، بيفضل يجري وراه والمطارده بتكون مستمره لحد ما خالد بيقع على الارض. ما بيسكتش برضه وبيفضل يجري وراه لحد ما بيخطفه من على الموتوسيكل وبيجيبه على الارض كمان. لكن كبير بيقدر يهرب للمره الثانيه، وفي المره دي بينط في البحر يا زميل. بعد كده بنشوف الاسر واللي بيقول لخالد ازاي حضره الضابط يكون قدامك وما تعرفش تجيبه؟ برضه كان معاك في المترو وما عملتش اي حاجه، كل حاجه حصلت قدام عينيك وكمان خلص على بسواس قدامك. انت بره القضيه دي وهسلم القضيه دي لحد تاني. بعد كده بنشوفه بيتدرب وبيكون باين عليه الغضب الشديد، وبيروح يقعد على الجهاز ومن هنا بيعرف كل حاجه وبيعرف ان كبير بيعمل كده ليه. وكمان بيشوف فيديوهات ليه لما كان بيتتبع فيروز، وبيعرف كمان بنت ناينا اللي كبير معتني بيها، وكمان بيعرف المكان اللي هي موجوده فيه. في نفس الوقت بنشوف كبير اللي بيكون بيلعب مع البنت الصغيره روهي، وفجاه بيجي عليهم
خالد. ساعتها كبير بيكون عايز يطلع سلاح، لكن خالد بيقول له مش وقته علشان في ارواح بريئه عايز اتكلم معاك لوحدنا. بياخده على المكان ده، وساعتها كبير بيقول له على الخطه اللي هو ماشي عليها، وبيقول له انا خلصت على 3 ولسه واحد، بس الواحد ده مش عارفه. وبيقول له الياس ناوي يخرب البلد. لكن فجاه بنشوف خالد بيسوق الكبير، وبيكون في واحد عايز يخلص عليه، وسبحان الله الطلقه بتعدي من جنبه، لكن خالد بيتعامل. في عدد كبير منهم بيجي عليهم، ودول بيكونوا تبع ثاني اللي اتكلف انه يمسك القضيه مكان خالد. الاثنين بيتعاملوا وبيكونوا جامدين، ومفيش اي حد قادر عليهم. الاثنين ايد واحده وقادرين انهم يخلصوا على جيش كامل، غير ان عليهم شويه مهارات جامدين يا زميل. اخيرا بيقضوا عليهم، وتاني يوم بنشوفهم بيروحوا لواحده من الفريق. كبير بيقول لها عايزين نعرف ايه على الهارد ده. تقول له الهارد ده مهم جدا، لان من غيره الياس مش هيقدر يفجر القمر الصناعي لان عليه رموز كتيره. ساعتها كبير بيقول لخالد خلي الهارد ده معاه وحافظ عليه زي عينك. بعد كده بنشوف خالد اللي بيعزم على كبير على مشروب، فعلا بيشربه والاثنين بيكونوا سعداء جدا. لكن فجاه خالد بيكب المشروب بتاعه، وهنا كبير بيكون مستغرب جدا. فجاه بيطلع من بقه دم وبيقع على الارض، وده لان خالد حاطط له سم. ساعتها خالد بيقول له انت مش عايز تعرف مين الشخص الرابع. وبنرجع لشويه من الوقت، وبنشوف لما كان خالد بيجري ورا الشخص اللي خان فريقه وهو سراب. بيفضل يجري وراه لحد ما وصلوا للجبل ده، وكان عايز يضربه كمان، لكن سراب تقيل شويه وجابه على الارض. خالد ما بيسكتش وبيقوم وبيتعامل، وكان مسيطر عليه جامد، لكن فجاه بينضرب بالنار. اللي قتله هو رضوان الياسي. بعدها سراب بيقول لرضوان الياسي معلش يا ريس ما عرفتش اكلمك علشان اخدوا تليفوني، لكن رضوان بيقول له انت بجد عملت اللي عليك واثبتت ولاءك ليا. بيقول له بس هم دلوقتي عارفين شكلي. بيقول له سهله وما تشيلش هم. بعدها بنشوفه بيطلب من دكتوره التجميل انها تعمل عمليه ليه ولسراب كمان، وبعدها بنشوف العمليه بتتم، والعمليه بتكون نسخه متطابقه من شكل خالد لسراب. واخيرا العمليه نجحت، وبكده سراب بيعمل كل حاجه على اساس انه خالد. وبعدها رجاله رضوان ضربوه ورموه علشان يجي رجاله كبير وينقذوه زي ما شفنا. وطبعا هنا كبير بيكون مصدوم من اللي بيحصل، ولكن سراب ما بيسكتش على كده، بيشيله وبيرميه في البحر كمان. وبكده الهارد هيوصل لرضوان الياسي. بعد كده بنشوف السفينه دي اللي بيكون عليها التقيل اللي هيدمر الهند يا زميل، وهو الصاروخ. بيضغطوا على الزرار وفعلا بيضربوا الصاروخ، و10 دقايق بس ويكون القمر الصناعي متدمر. ولكن بيكون في مفاجاه غير متوقعه. يحضر في المكان الوحش الذي لم ينتهي بعد، بيخش عليهم واحد ورا الثاني وبيخلص عليهم يا زميل. عدد الرجاله كتير، انما صاحبنا وحش مهين. اخيرا بيخلص عليهم وبيوصل لسراب والياسي، وبيرفع عليهم السلاح كمان. ساعتها سراب بيقول له مستحيل انا موتك بنفسي. بيقول له انت مفكر ان هثق فيك؟ انت حكيت لي قصه امبارح والنهارده هدور يا زميل. لما الشرطه هجمت علينا ساعتها انت قدرت تشوف بعينك اليمين، وغير كده خالد كان مصفي عينه اليمين. واتاكدت اكتر لما الياس عمل عمليه تجميل. ساعتها اتاكدت كمان ان انت ممكن تعمل كده، ولكن سراب ردت فعل مختلفه. بيقول له انت اتاخرت وخلاص الصاروخ هينفجر يا زميل. وفي نفس الوقت الصاروخ بيغير اتجاهه وبيتجه للسفينه. الياس بيكون عايز يقتله، لكن بيتصدى ليه وبيهدد سراب بيه. لكن سراب بيقتل الياسي وبيضرب طلقه في طفايه الحريق وبيهرب من المكان. ولكن كبير وحش مهين بيقدر يهرب بعربيته، واول ما بيتحرك الصاروخ بينزل على السفينه وبيدمرها بالكامل. ولكن صاحبنا كبير بيكون هرب يا زميل، بيجري ورا سراب وبيخبط فيه كمان. المهم كل واحد فيهم بيخش من طريق لحد ما فجاه كبير بيخش فيه وبيكسر بيه المبنى ده. كبير بيطلع وبيكون اتهدى حلو، لكن ابن الهرمه بينزل له من جديد وبيبدا يضربه يا زميل. سراب ما بيكونش سهل وبيفضل يضرب في كبير، وواحده منه على الطاير بيطيره. اخيرا كبير بيرجع تركيزه وحرفيا بيدمره، لكن سراب بيتعصب وبياخد واحد على الطاير وعلى الارض بيجيبه وبيكون عايز يقضي عليه. لكن صاحبنا بيقوم، والمره دي مش زي اي مره يا زميل، بيكسر في عظمه وبيقول له الشكل ده كان لخالد. بيديله بالرجل وبينزله متطحن كمان. ما بيسكتش على كده، بينزل عليه البتاعه دي واخيرا بيخلص عليه. واخيرا عملها المعلم كبير وقدر يحمي بلده. وبعدها بنشوف الوزير بيعمل حفله تكريم على روح البطل الحقيقي خالد. وكمان بعدها بنشوف الاسر اللي بيكلم كبير وبيقول له جهز نفسك يا وحش للمهمه الجديده. كده بقى نكون انتهينا من فيلمنا التقيل. فيا ريت لو عجبك ملخصنا تدعمنا بلايكك واشتراكك، ويلا سلام.